اكتر شيء انا بحمد ربنا عليه ان انا بعد كل شيء حصل معايا انا لما مؤاخذه ما اتجننتش. في ناس كتير حصل معاهم نفس اللي حصل معايا، وانتوا عارفين اساميهم كلهم، يعني دخلوا الفريزر وخرجوا من الفريزر. في منهم اللي هج وسافر، وفي منهم اللي اتجنن ودخل مستشفى مجانين، وفي منهم اللي اتسحل وبقى بيضرب مثلا مخدرات ولا. المهم يعني ان مفيش حد خرج من المرحلة اللي انا خرجت منها دي خرج منها طبيعي وواقف على رجله، وبل بالعكس بيحاول ان هو يقف على رجليه من اول وجديد ويرجع احسن مليون مرة من الاول. يعني انا بحمد ربنا جدا ان هو خلى فيا الشيء ده، فانا بحمد ربنا جدا ان انا لسه بطبيعتي، بل بالعكس انا بحاول اقف على رجلي من اول وجديد. اي نعم انا عارف ان في ناس كتير جدا معترضة على ان انا فتحت لايف وان انا بفتح لايف، بس عايز اقول لكم ان باحترامي وان انا حافظت على كرامتي في اللايف ده، انا من غيره ما كنتش هعرف اقف على رجلي تاني. انا من غيره ما كنتش هقدر اسس شركتي، انا من غيره ما كنتش هعرف ناس فعلا ناس يعني لو انا قعدت الف الدنيا كلها باللي فيها ما كنتش هقابلهم، ما كنتش هعرفهم.